السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد، وصفة جديدة كما تشاهدوا. اليوم إن شاء الله 3 البيتزات اللي غنوجد معكم ساهلين ساهلين ماهلين، ما فيهمش لا تعقيدات لا والو، وتيجيو لذاذين بزاف. وشوف العجين كي تيجي، راه تيجي رطب رطب ورقيق بزاف، وتيجي العجين مميز. المهم ومع هاد الحشوة او العمارة اللي درتها هي ساهلة، ما فيهاش بزاف ديال الصعوبات او المكونات. نخليكم مع تتمة الفيديو. نتمنى اللي ما مشتركش في القناة يشترك في القناة. وهنايا كما تشاهدوا عندي واحد 2 كيسان ديال الفورص مع واحد الكاس ديال الفينو. غناخذ واحد المعلقة ديال الخميرة، معلقة كبيرة بطبيعة الحال ديال الخميرة، مع واحد المعلقة ديال السكر سنيدة، وشوية ديال الزعتر، وبطبيعة الحال شوية ديال الملحة. هنا نضيف شويه ديال الملحه صافي، ونخلط نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. من بعد عاد نعجنها بكاس ديال الحليب، وتقريبا نقلا شي نص كاس ديال الماء صافي. المهم تشوفوا العجينه تجمعات ولا رطبه صافي. من بعد ما تنعجنها نبقى نزيد ندير شي 3 معالق ديال زيت الزيتون. انا تندير عيني ميزاني صراحه. يمكن لكم نتوما ديروا 2 معالق تاع زيت الزيتون حتى 3 معالق تاع زيت الزيتون صافي. المهم هنا نخلطهم، من بعد ندلكها مزيان، ومن بعد نرجع لكم. صافي هنا من بعد ما عجنت جمعت العجينه ديالي، عاد ناخذ زيت الزيتون تقريبا شي 2 معالق حتى 3 المعالق كبارين ديال الزيت، ولا عينكم ميزانكم. انا راه تنديرها عيني ميزان صافي. وتندلك العجينه مزيان، تندخل فيها داك الزيت مزيان صافي. وعندها من بعد ما جمعتها ندهنها بواحد شويه الزيت، ونخليها ترتاح تخمر، وندوز المكونات الاخرين بطبيعه الحال نوجدوهم. صوص طوماط اللي عاد نوجدوه، كاينه مطيشه نزيد عليه واحد المعلقه تاع السكر سنيده، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، هنا شويه ديال الحرور، شويه واحد المعلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك، مع شويه ديال الكيتشوب. مطيشه ما كانتش عندكم هاد الجامده، المهم انا عندي جامده في الفريكو درتها، كاينه العاديه ديروها صافي. تردوها فوق البوطه. هنايا تندوز البصله والفلفله خضراء، المهم اي اللي عندكم صافي. قلت لكم الفلفله والبصله تنشدهم، تندير عليهم شويه الزيت وشويه البزار وشويه الملحه صافي، ونديرهم فوق البوطه يدبالوا صافي. من بعد ما خمرات ليا العجينه ناخذ نقسم على 3 الكرات، وغنبدا نقرص فيها عادي. المهم بغا تلقي العجينه بالمدلك تلقيها، بغا ديري قرطوها غير بصبع يديكم على هذا الشكل صافي. وعاد تاخذوا شي فورشيطه ولا هذيك اللي تاع البيتزا اللي تنثقبوا بها البيتزا صافي، وتندخلها طيب نص طيبه، تشد في راسها وصافي، وتنخرجها. تنبقى ندير صوص طوماط هي الاولى، من بعد ندير باقي المقادير، باقي المكونات اللي صايبنا نديروهم. راه في ساعه تتوجد بين ما تكون هذيك البصله دبالات وسميتو تتكون الخميره خمرات صافي. وديك الساعه تتبداي تعمري فيها،
تقريبا واحد نص ساعة صافي تتكون البيتزا عندك موجوده. الا درتي ليها كيف هكا هي دغيا كتوجد. صافي ندير فيها كما قلت لكم، درت صوص طوماط، غندير الفلفله مع البصله، غندير الطون، غندير من بعد درت عليهم قلت لكم شامبينيون معلب صافي، وندير فرماج، ندير الزيتون اللي تيكون خضر والزيتون كحل. كل وحده درت فيها زيتون، وحده درت فيها زيتون كحل، وحده درت فيها زيتون اخضر مقطعين بطبيعه الحال. صافي من بعد ندير الفرماج كما قلت لكم، من بعد ندير شويه زيت الزيتون مع الزعتر صافي، وندخلها للفران اللي بطبيعه الحال ديما تنقول لكم فران يكون شاعل ويكون دابا انت تتوجدي، ولا ملي تطيبي نص طيبه تتخليه شاعل باش يبقى سخون مزيان، باش البيتزا دغاك تتحمر وتتخرجيها تتبقى هكا كيفاش نقول لكم تتبقى رطبه. اما الا كان الفران بارد ولا كان ناقص ولا شي حاجه، عولي البيتزا ديالك راه تجي قاصحه وتجي واقفه. السر ديال البيتزا هو انك يكون الفران سخون مزيان مزيان مزيان. وهكذا نجي معكم نهايه الفيديو. بسلام عليكم.